Karl Lyotet, tel que l'a découvert son œuvre, est à la fois un nom et un visage. Le nom et le visage de l'homme qui sut donner un avenir moderne à un pays resté en plein XXe siècle au rythme du Moyen Âge. Ces images de 1912 retracent quelques instants de l'action grandiose qui fit d'une terre divisée un royaume uni et pacifié et d'une nature hostile le plus beau domaine de l'Afrique du Nord. Bâtisseur d'empire politique, il fut en même temps le constructeur matériel d'un pays. عاش الملك 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 عاش احنا المرارك رارك كيفنا مكاش عاش الملك 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 عاش احنا المرارك رارك كيفنا مكاش. اي المراريك وقفوا قاعد تستفوا قولوا عاش الملك. واليوم رايحين تعرفوا تقراوا التاريخ تاع جددنا كيفاش شافوا سيدنا في المريخ ونقول لكم حتى واش كيف. حضارة 12 قرن دي خرافة قاع مكاش. الحكاية قاع بدات في 1912 لما الجنرال ليوطي جا ولقانا كي الكباش عايشين داخل الزريبة في معيشة قاع ما تنشافش. تما قلب في الخريطة بحتى علينا ما لقانا الزرعة وتقلبها منا حتى من اللورو مكاش. في الاول دخلوا الشك قال وقيلة لي زاباش لكن هنا كاين العرب لي نوماد وقرطاج موريتانيا والبربر والأقباط والأحباش. قلنا له ربي يهديك جنرال ما عرفتناش حنايا هما المراريك كيما حنايا قاع ما كاش حنايا اللي عندنا ملك عاش الملك الملك عاش كيما الدجاج عندهم الديك ياك الديك عنده والدجاج. عاش الملك 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 عاش احنا المراريك راريك كيفنا ما كاش عاش الملك 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 عاش احنا المراريك راري كيفنا مكاش. التم اليوطي قال ميدي دون كاسكي سباس وقيل هادوك الناس. قلنا له ما فهمناش. قال لنا لا 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 باس ما لا خصكم غير الباس روحوا خذوا لي القياس وبركوني متخشان الراس. اي صنع عنا طربوش جاي حمر كيما الجاج زاد النعبايه للوش جايه بيضه كيما الجاج زاد صنع عنا بابوش جاي صفر كيما الجاج. قلنا له ما نلعبوش له ما نقولوش الملك عاش. جا واحد من المراريك قال له مون جينيرال انا دجاجه الملك لكن سيدي سي با نورمال يبقى باللبسه هذيك لازمو حاجه اوريجينال. قال له وي سي لوجيك يفو كاكو شوز دو سبيسيال. هيا لبس له كيما ديك وقال له انا الماريشال انا الحاكم انا الدوك عبد الحفيظ. قال له محال هذه هضره بوليتيك وهذا يسموه احتلال. لا يرمالو والطربوش والبابوش واستقالوا حتى اليوطي ما حلبوش وحطوا قيد الاعتقال. عاش الملك 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 عاش احنا المراريك راري كيفنا مكاش عاش الملك 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 عاش احنا المراريك راري كيفنا مكاش. تم خوه يوسف وقف وقال له يا اليوطي تعيش ما كان له على تزعف خويا ما يعرفش يعيش واذا كان على الشرف انايا الشرف ما عنديش وغير انايا اللي نعرف نسوق هادوما البراتيش. هيا قال له راك مكلف ونوضوا نتوما البراهيش ووقفوا كامل في الصف وقولوا له الملك يعيش. تم اليوطي حب يعرف واش هي لقمة العيش. قال له مولانا يوسف من غير مطيشه ما عنديش. لما شافها عليها سخف كلا هو وكل الجيش. قلنا له الا تتكيف عنا قرقوبي لا تحرحيش ايا تكيف حتى تلف ورجع اليوطي ما يضويش وياك. تم اللي ألف الملك الوطن والجيش والعلم تما رفرف جاي كي حبة طوماطيش وباش يخبي الطوماطيش بدا يحسب بدا يوزن. خير منا شي براهيش اللي طوال عرض ورزن لبس لنا شوية حشيش وعطانا شوية دوازن والتم اللي تأسس الجيش والتم سماها المخزن. عاش الملك 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 عاش احنا المراريك راري كيفنا مكاش عاش الملك 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 عاش احنا المراريك راري كيفنا مكاش. راكو سمعتوا الحكايه هذه هي بالتقريب اللي نسموها حمايه. هي في الحق حاجه عيب. حنايا صرنا كيما الشات اللي مشات عند الديب تشكيلو ظلم الراعي قتلو خدا مني الحليب. هادو هربوا من الاسلام هادو هربوا من القريب خدعوا الخاوه والجيران ربحوا لهم كامل العيب. هادو جابوا الاسبان الانجليز وكل غريب الفرنسيس والامريكان وجابوا حتى تل ابيب. هادو هم ابني عريان اللي ما عندهمش نصيب تغلقوا عليهم
لهم من البيبان دنيا واخرى ربي يجيب. وعد الحق راه يبان حالهم كيفاش راه صعيب، بالحاكم مدلو الجبان هذا يدي وهذا يجيب، وحتى الشعب راهو جيعان يشوف دارو قدامه تريب، ويمدوها للكيان بلا حاسب ولا رقيب. صاروا رجال ونسوان في الدعارة والتهريب، راهم يموتوا شبان في السجون بالتعذيب، نسأل الله الرحمن الفرج عن قريب.